خدها زملكاوي انت عمال تفر، خد ده انا جاي لك في الدلع. وصلنا لمرحله صعبه، مرحله مستحيله، مرحله ما حدش وصل لها قبل كده. كابتن ممدوح عباس رزع تويته من قيمه شويه، قال لك الكابتن حسين اللي بيقول ما بيتصلش بيا مش عايز اسمع صوته، لان هو ما بيتصل بيا اكيد بيعوز فلوس. احنا وصلنا لمرحله التسول. الزمالك بقى بيتسول يا جماعه. التسول بقى بيقول لك بنحاول ناخد فلوس من هنا، واحنا هنعيش على معونات ولا ايه؟ مش عارف احنا كرفنا ليه كده على الصومال. هنعيش من ده يدينا وده يدينا، ده ما بيكسبش يا جماعه. النادي ده ما فيش مداخل ولا ايه؟ يعني الدكاكين دول مأجرينها ايه؟ انتوا ببلاش ولا ايه؟ ما الراجل كان بيأجر وكانت الدنيا حلوه وعقوده جديده وملايين، وما في ايه؟ طب علينا فلوس كتير، علينا فلوس كتير، ما كلنا عارفين. وبعدين مجلس الاداره الحالي عارف ان كان في فلوس كتير، وعارف ان في. دخلت ليه؟ طالما انت مش قدها يعني سقت ليه؟ طالما انت قلت انا هحل وهعمل واوعدكم هنجيب لعيب من النادي الاهلي، هنجيب لعيب من النادي الأهلي. حافظ على لعيبتك الاول، حافظ على بصراحه يعني، حافظ على اللي عندك الاول. نجيب لعيبه من النادي الاهلي؟ انت بتجيب لعيبتك مش تجيب لعيبه من النادي. بس بالله عليك مجلس الاداره فاشل، فشل ذريع. مع ان كل واحد فيهم اللهم صل على النبي، في واحد مفيش عده بتخش فيك يا بلد غير على فلوس. رئيس النادي ايفون، اي ايفون ميدل ايست يا باشا هو بتاعه. ومعانا مش عارف بنك، معانا كله، معانا كل الناس الجامدين، بس محدش يدفع حاجه. عايز تطلع جيم؟ طب يا باشا انت مش عاوز بوزيشن وعاوز تبقى ما تدفع. ما فيش حاجه ببلاش، الناحيه التانيه بيدفعوا. ما فيش حاجه ببلاش يا باشا. عاوز تمام، فلان بيدعم وفلان بيدعم، بيتقال فلان بيدعم، بس ما شفناش دعم عندكم. يعني نادي الزمالك الجماهير هتركب دعامات الفتره اللي جايه. مش عارف، مرار طاف. الناحيه التانيه الدنيا حلو، بيصرخ وعمال يجيب في اللعيبه. انا مش فاهم عاوزين يعني ما داخل برضو النادي الاهلي. عايزين نفهم جاب الفلوس دي كلها منين؟ كتير يا جماعه. ده مش عارف 100 مليون زيزو بتاع ده داخله في مليارات في السنه بيدفعهم للعيب. ده زيزو لوحده عمود كردان 100 مليون. شوف بقى حسين بياخد كام، والشناوي بياخد كام، وفلان. انت عندك 30 لعيب ولا 8، هيتدخل لك في الحوالي بتاع مليار ونص في السنه مثلا عقده لعيبه. ده بكلمك في الكوره بس، في الكوره بس مليون ونص. انت اصلا عقد الرعايه بتاعك في السنه مليون ونص، الباقي بتجيبهم منين؟ معلش ما خلينا نزف، الباقي بتجيبهم منين؟ بتتاجر فيه حضرتك؟ تاجر في ايه؟ تفتح فرع جديد مش جبت فلوس من؟ مالناش دعوه. اهم حاجه بس خفه التسول اللي احنا فيه ده، ومجلس الاداره يخف شويه بقى، يا اما يمشي يا اما اي حد يشوف له حل، عشان احنا تعبنا واستوينا. وانت ادعمني يا باشا، الله يكسب اسكرايب اي حاجه، زق معايا عشان ازق معاك.